احنا في يا جماعه بعد اذنكم كلكم، احنا كشباب احنا اللي جاي يا جماعه. يا جماعه لو سمحتوا والله عايز اكلم الراجل. احنا كشباب احنا اللي جاي، احنا عايشين عيشه طين قسما بالله يا ريس. احنا بنعيش عيشه طين. احنا لنا طلب واحد كشباب: شريان حياه لقريه الكنايس، امتداد طريق دولي 2 كيلو، استغاثه للسيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي. يعني شريان حياه هيبص هيخدم على 600,000 بص شاب. قرية الكنايس فيها تعداد 100,000 مواطن يا ريس، لها 20 عزبة تابعة ليها. احنا هنا معلش المفروض نبقى احنا القرية الأم، مفيش أي خدمات ولا في أي حاجة، لا صرف صحي، مفيش إسعاف، مفيش إسعاف، ما عنديش مطافي، ما عنديش طريق دولي. كل المسؤولين بروح لهم بيقولوا لي أنت بلد آخرك الخط، ما تتكلمش، مالكش خدمات، مالكش مصالح. ليه يا ريس؟ عشان انت اخر الخط. لو سمحتوا وصلوا صوتنا للريس وقولوا له احنا عايزين طريق حياه للشباب. بجد احنا مخنوقين. اي حد عايز يروح اسكندريه، اي حد بناتنا شايفينهم بيتهانوا في الطريق، شبابنا بيتهان في الطريق. اللي بيصحى الصبح بيقوم الساعه 5 عشان الطريق، مفيش طريق شغال، مفيش اناره. احنا يا ريس معدومين، احنا معدومين. استغاثتنا للسيد الرئيس، ارجوك يا ريس توصل صوتنا.